السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة معانا النهاردة من وصفات مطبخ رودي على اليوتيوب. والنهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض كحك الحليب. طعمه حلو جدا، هنعمله النهاردة مع بعض بطريقة سهلة جدا وعجينة هشة وزي القطن. ان شاء الله هتعمليه وهينجح معاكي من اول مرة. حلو جدا الصبح كده على الفطار مع كوباية شاي بلبن. او بالليل جوع اخر الليل كده مع كوباية شاي، طعمه في منتهى الجمال. هنعمله النهاردة مع بعض، يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونروح للطريقة والمقادير. في الأول بقى عندي هنا 6 كوبايات من الدقيق. طبعا نخلتهم كويس جدا. هاخد بقى كده حوالي 3 معالق في بولة، وهضيف معاهم 1.5 معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، و3 معالق كبار سكر. هقلبهم كويس بالشكل ده. وبعدين هضيف كوباية من الحليب الدافية، كوباية حليب دافي. تمام، هقلبهم بقى كويس وهسيبهم حوالي 10 دقايق. يبقى أنا أخدت 3 معالق من الدقيق وضفت معاهم 1.5 معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، و3 معالق كبار من السكر وكوباية حليب دافية. قلبتهم كويس جدا وهسيبهم حوالي 10 دقايق. أول ما أحس إن الخميرة بدأت تتفاعل معايا، هبدأ إن أنا أضيف باقي المكونات بتاعتي. عندي بقى 2 معلقة كبار من اللبن البودرة، وعندي كمان بياض بيضة. انا اخدت البياض والصفار ركنته على جنب علشان ده اللي انا هدهن بيه وش الكحك بتاعنا. خلاص، اخدت بياض البيضة. وعندي كمان نص كوباية من الزيت، ومعلقتين كبار زبادي، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة صغيرة ملح. وهقلب بقى كويس جدا. كمان هكتب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف زي ما احنا متعودين. هقلب بقى كويس بالشكل ده. وبعد كده هضيف بقى الدقيق، هضيف نص كمية الدقيق اللي معايا، وهبدأ ان انا اعجن لحد ما هنشوف العجينة دلوقتي مع بعض. اخدت كده نص كمية الدقيق، وعندي كوباية من الحليب. طبعا دي هعجن بيها، وهقول لكم في الاخر انا اخدت قد ايه من الحليب. يعني العجينة اخدت معايا قد ايه حليب. خلاص، هعجن بالشكل ده. هضيف بقى باقي كمية الدقيق اللي معايا، ومعايا كوباية من الحليب الدافية. يبقى أنا ضفت في الأول كوباية حليب، ومعايا كوباية تانية دي هعجن بيها. هقول لكم في الآخر بعد ما أخلص العجينة خالص، هقول لكم أخدت مني حليب قد إيه. هعجن بقى بالشكل ده. هي بتبقى عجينة طرية وبتلزق في ايديكي، بس كل ما بتعجني فيها اكتر كل ما بتبدأ ان هي ايه تتشكل معاكي وتبقى عجينة طرية كده وسهلة ان انت ايه تشكليها. هعجن بقى بالشكل ده. شايفين العجينة قد ايه هي طرية وملزقة في ايديا. كل ما بعجن فيها اكتر كل ما بتبدأ ان هي بقى ايه تسيب من ايديا كده، وبتبدأ ان هي تلم وبتبقى عجينة طرية. لو انت عندك عجان بتضيفي كل المكونات دي على بعضها وبتشغلي عليها العجان. ما عندكيش عجان بتستخدمي ايديكي. هنا بقى انا كنت هنسى البيكنج باودر. ضفت نص معلقة من البيكنج باودر، بتخليها هشة معاكي اكتر، وبتبقى مفرغة كده من جوه وبتبقى جميلة جدا. ضفت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وادي زي ما احنا شايفين العجينة اهي. كل ما عجنت فيها بدأت ان هي العجينة تسيب من ايديا وتبدأ ان هي تلم معاكي. حطيت كده معلقة كبيرة من الزيت في البولة، وحطيت العجينة بالشكل ده. مسحت كده وش العجينة بالزيت، وبعد كده هغلفها بقى ببلاستيك راب وهسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر.
طبعا احنا الجو برد، فهي هتاخد معاكي وقت شوية على بال ما تخمر. ممكن في المرحلة دي تدفي الفرن، يعني تشغلي الفرن شوية وبعدين تقفليه وتحطي العجينة بتاعتك فيها. كده اللبن اللي فاض مننا، يبقى انا كده استخدمت حوالي كوبايتين الا ربع من اللبن. استخدمت اول كوبايه في الاول وبعدين استخدمت كوبايه الا ربع، يعني فاض مني حوالي ربع كوبايه زي ما شفنا دلوقتي. وادي الخميره العجينه بتاعتي بعد ما اختمرت بقت بالشكل ده. شايفين ما شاء الله عجينه طريه جدا. شايفين الخمر بتاعها اختمرت كويس جدا كمان. بدات ان انا افرغ الهواء كده منها وهاخدها بقى على الرخامه علشان هبدا في التشكيل بتاعها. هظبط بقى العجينة بالشكل ده علشان هقسمها معايا، وهبدأ ان انا اشكلها. هقسمها بقى بالشكل ده اهو. هاخد اول قطعة بالشكل ده وهبدأ ان انا اكورها علشان تبقى سهلة معايا في التشكيل اهو بالشكل ده. هسيبها بقى حوالي 10 دقايق ترتاح شوية علشان تتفرد معايا بسهولة. بعد ما ارتاحت شوية نقلتهم على صينية، وبعد بدأت ان انا اخد اول قطعة انا كورتها وهفردها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد ما فردتها هتبقى معايا بالسمك ده، يعني حوالي نص سنتي، وبقطعها بقى. وهبدأ ان انا اقطعها زي ما احنا شايفين كده. ممكن تستبدلي، هقولك يعني ممكن ايه تستغني عن الحليب البودرة. وممكن كمان تستبدلي الحليب اللي احنا عجنا بيه او الحليب اللي احنا ضفناه، ممكن تستبدليه بمية خلاص. يعني هقولك على شوية حاجات برضو تقدر تستغني عنها. عندي هنا بقى غطا ازازة او اي حاجة عندك، ان انا تقدري ان انت تفرغي الكحكة بتاعتك من النص بالشكل ده. وهبدأ ان انا اضغط عليها كده هفرغها من النص. وطبعا الحاجات الزيادات دي مش هرميها خالص، انا هجمعها تاني وهكورها وهعملها بنفس الشكل ده. بعد ما عملت بقى اول قطعة هاخد تاني قطعة معانا وبرضه هعملها بنفس الطريقة. وبعد كده بقى باخدها على الصاج او الصينية اللي انا هدخلها الفرن. بتدهنيها دهنة بسيطة كده من الزيت، وبترصي الكحك بتاعك وبتسيبيه لحد ما يخمر. بعد ما يخمر ويبقى بالشكل ده، عندي بقى صفار البيضة اللي انا كنت شلته في الاول، ضفت له معلقتين كبار من الحليب ومعلقة من الخل بتقضي على اي زفارة. ممكن كمان تضيفي شوية من الفانيليا. وهبدأ بقى ان انا بعد ما خلطتهم كويس جدا مع بعض هدهن وش الكحك بالشكل ده. بيديله لون حلو، وكمان بيثبت السمسم عليه لو هترشي مثلا بسمسم او حبة بركة. هبدأ بقى ان انا ادهن بالشكل ده. وبعدين عندي هنا سمسم مش محمص، هرشه على وش الكحك بالشكل ده. ممكن تسيبيه سادة، ممكن ترشيه حبة البركة، ممكن بقدونس مجفف، زعتر، اي نكهة عندك تحبي تنكهي بيها. ليكي حرية الاختيار. وبعد كده بقى هدخله الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200. ادي شكله اهو. بعد ما دخلناه الفرن شايفين بدأ ان هو ينتفخ معايا ويرتفع ويبقى بالشكل ده. هولع بس من تحت، واول ما هيبدأ ان هو ياخد لون من تحت هبدأ ان انا اشغل عليه الشواية لحد ما ياخد لون ذهبي من فوق حلو كده. وخلاص كده بيبقى جاهز معايا وزي الفل. شايفين ادي الكحك بتاعنا اهو، ويدوب لسه انا مخرجاه من الفرن. بيبقى في الاول بيبقى قاسي كده شوية او ناشف شوية، بس اول ما بيهدى كده من الحرارة بتلاقيه طري وعجينة هشة وزي الفل.
جربوه بنفس الطريقة دي ومتأكدة ان هو هيعجبكم. طعمه بجد في منتهى الجمال، كمان مغذي جدا للأولاد، يعني تقدري تحطه لهم في اللانش بوكس بتاعهم هم رايحين المدرسة، تديه لهم الصبح كده مع كوباية لبن، بجد هيعجبكم جدا. شايفين بقى الكحك بتاعنا ما شاء الله قد ايه هو طري وقد ايه واخد تسوية زي الفل. اتمنى فعلا ان انتوا تجربوه. ادي الكحك اهو، وهنبدأ ان احنا نفتح واحدة مع بعض كده ونشوفها من جوه عاملة ازاي. شايفين قد ايه هو هش مفرغ من جوه، طعمه بجد في منتهى الجمال. وصفة سهلة وبسيطة عملناها النهاردة مع بعض. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، واشوفكم إن شاء الله على خير في فيديوهات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله.